السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم كما غتشوفوا معايا فكاين روتين الكوتي، ولكن ماشي في داري انما في العمل. تطلب مني انني ندير لهم كوتي ما بين رغايف معمرين وحرشه، وكاين الرغايف او ملوي مخمر. فكما شفتوا فكل ما هو موجود هو الطحين سبيسيال، يعني الاساسيات اللي غنخدم بهم اليوم هما ثلاثه ديال الفيديوهات. كنت غادي ندير يعني فيديو واحد، ولكن لانه غيجي طويل ورأفة بالمتتبعين ديالي اللي ما بغيتش يجيهم الفيديو طويل، فقسمته على ثلاثه. لهذا ففرجه ممتعه، علاش لا؟ وتبعوا معايا، يمكن يعجبكم شي حاجه من هذا الكوتي وتقدروا تستعملوها عندكم الا بغيتوا. بالخصوص دابا حنا الضياف كاينين، الناس كيجيهم الضياف، يعني الكوتي في العشيه راه تبارك الله صلاه النبي كتبدي الكوتي عامر. فهذه من ضمن الاشياء اللي ممكن تكون في الكوتي العامر، مع براد اتاي او حريره او مع بيض مسلوق، يعني بزاف ديال الاشياء. فكانت اول حاجه هي رغايف معمرين اللي غيكون الفيديو محور الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا فالطحين بجوج الانواع، سبيسيال وكنخدم بالسبيسيال بزاف، والطحين الرطب غير شويه. خميره ديال العجينه كندير واحد النقيطه، واحد القطيره كي تيقولوا، واحد رشيشه صغيره. خمر هاد الحلوه انا كنخدم بها في العجينه كامله، رغايف او اي حاجه. شي واحد الدويره ديال الزيت كما شفتوا، ومن بعد غادي نجمعوها. وكل شيء العيالات كيعرفوا يجمعوا العجينه. النصيحه اللي غنقدر نعطيكم هي ملي تخدموا العجينه مزيان وتخليوها ترتاح واحد شويه، او كما تيقولوا فالا بغيتيها تطلق وترتاح مزيان فرتحيها وهي مكوره كويرات كل وحده بوحديتها. دهنت الصينيه ودرت الكويرات بوحدهم وخليتهم يرتاحوا، وشحال ما ارتاحوا بهذه الطريقه غيكونوا احسن ما تخليها حتى كترتاح كامله وكتعاود تكوري، يعني كتربحي حتى الوقت. فكنت نخدمهم وبسرعه ارتاحوا. كما شفتوا كيبقاو يرتاحوا بهذه الطريقه على خاطرهم. صافي غادي ندوزو للمرحله ديال التعمار. كما شفتوا التعميره بغيت نشاركها معكم، ولكن للاسف درتها وما كنتش ظن انني غندير معكم هذا الفيديو. فتعميره البصله هنا طلبات مني فقط البصله بوحديتها، البصله عاديه بشويه ديال القزبر معدنوس ما كيبغيوش، تحميره الكمون وشويه البزار، والكمون يكون قليل، والزيت بزاف باش كطيب فيه مزيان، لان بهذاك الزيت هو اللي غادي نلوي به. ما غاديش نخفي عليكم راه هادشي معروف. الرغايف ديال التعمر كيبغيو يبقاو من الوسط شويه عامر العجينه، ما يمكنش ترقيها كامله، حيت الا رققتيها كلها فراه غتشرق لك. وهذا الشيء اللي وقع ليا، انني وقع لي هذا المشكل. كما قلت لكم الزيت، هذاك الزيت هو اللي غادي نخدم به الرغيفات، لا في التعميره وكذلك في الطياب. وكما شفتوا غير كنجمعهم وكنحطهم، غنشعلوا المقله وغنخليوها تسخن على خاطرها، وفي هذا الاثناء غادي نكملوا وغنجهدوا البوطه في الاول حتى تسخن مزيان. فيديو واضح، كلشي واضح. العيالات راه تبارك الله حادقات. العجينه نتوما كما شفتوا ملي كتكون مخمره راه تبارك الله كتكون عاطيه ورقتها، لان وتتكور ملي كتكوريها وتخليها ترتاح مكوره فكتعطيك ورقتها وكتجيك اسهل ما يكون. فهذه هي الطريقه. من الداخل كتبقى شويه العجينه، خصك تخلي شويه العجينه، ومن الجناب واخا ترقها لان كتضربي وحده على وحده، كتقلبي وعاود كتقلبي بحال الرغايف العاديين. سهل، راه كلشي واضح وباين. في الطياب، الطريقه ديال الطياب شويه خصك تكوني سمحوا لي على هذا الارتباك، ما تتقرصيش. انا الطريقه ديال الطياب ما نكذبش عليكم، ها انتم كما شفتوا هي المقله سخنات، هنا غادي ندوزو المرحله ديال الطياب. فراه ارتاحوا على ما جيت نكمل او جيت ما يمكنلكش تعجنيهم كاملين وعاد تبداي طيبي، لا، حاولي ديري 4 5 طيبي وعاوتاني تتكملي يدهنا. كما شفتوا انا ما قرصتهمش في الحطه، فخليتهم حتى كنديرهم في المقله، عاد كنبدا نقرص في المقله انا عندي شويه كبيره، داكشي باش درت 3 وما تنقرصش بزاف باش تجي العضه فيها العموريه من الداخل. هانتوما شفتوا
راه ما نكذبش عليكم جاو واعرين، يعني جاو شي حاجه طوب. غير جربوهم والله ما غتندموا. نتمنى الا جربتوهم وعجبوكم ما تنساوناش من اللايك والاشتراك والتعليق الا جات على خاطركم، علاش لا. نتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، واكيد غادي ندير الوصفات الاخرين في صندوق الوصف. غادي تلقاو الحرشه وغادي تلقاو ملاوي مخمرين بالزبده، كيكونوا غير بالزبده، كيجيو بحال المخمار ولكن ملوي، كنقولوا حنا ملوي مخمر. وهادو كما شفتوها نتوما راه غادا معاهم دقه دقه. داك التعميره وداك الزيت هو اللي كندير في المقله، واصلا هما عامرين راه ما غتحتاجوش معاهم. كنتمنى يعجبوكم. هادو هما الرغيفات كما شفتوا، نتمنوا يعجبوكم. غنطيبوا اتاي، انا درت المقراج باش نطيب حتى اتاي، فرجه ممتعه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وما تنساوش راه غتلقاو كل شيء في صندوق الوصف. شكرا لكم على المشاهده.